دخلت لعبة كرة السلة في لبنان عنق الزجاجة، وأصبح مستقبلها في مهب الريح، ولا سيما بعد قرار الاتحاد اللبناني للعبة بتعليق الدوري وإنهاء الموسم الحالي من دون بطل. فانقسمت الآراء والمواقف بين مؤيد للخطوة ومعارض لها، ولكل طرف وجهة نظر يحاول إقناع الآخرين بها. وبعدما وصلت كرة السلة اللبنانية في الماضي القريب إلى الفضاء، ها هي اليوم تحط رحالها في القضاء في سابقة خطيرة قد تهدد مصير اللعبة برمتها، وربما ستصيب بشظاياها مستقبلا باقي الألعاب، وعندها على الرياضة السلام. ماذا يقول المؤتمن الأول على لعبة كرة السلة رئيس الاتحاد الدكتور روبير أبو عبد الله لموقع sports-lab.com عن هذا الموضوع، وكيف يرد على اتهامات عدد من الأندية التي حملته مسؤولية نحر اللعبة في عهده؟ ليلة 6 أيار الماضي نهار اثنين كانت المباراة بعمشيت الساعة 10:30. الساعة 8:30 وزير الداخلية بيتصل فيي وبيطلب مني أكثر من مرة إني وقف المباراة، ما كفيها، ما خليها تنطلق. طبعا شرحت له إنه نحن أسياد على الملعب، نحن ما فينا نوقف المباراة إلى آخره. حاولت أقول له وين حدود سلطته، وين هذا. آخر شيء قال لي وإذا كان بده يصير في دم المعلومات اللي عندنا فيك تحملها. طبعا أنا هون أخذت كلام مع الوزير الداخلية على هالقد بمسؤولية، واعتبرت إنه نقطة دم ممكن تصير على المدرجات، علما إنه في جمهور واحد. هذا اللي يعني عجبني بزيادة. طبعا طلبت منه يوثق لي هالشي بفاكس حتى ما أتهم، لأنه كان الأخبار طالعة إنه عمشيت عند بعض اللاعبين المصابين وكأنه مطلوب تأجيل المباراة، وما بدي أتهم من نادي الشانفيل إني أنا متواطئ مع نادي عمشيت وأجلت المباراة. قال لي أوكي، أنا رح ببعث لك فاكس بهالإطار هذا. تاني يوم فتحنا الاتحاد الصبح وطلعنا لقينا الفاكس انتقل من مرحلة الدم لمرحلة إنه عندنا معلومات عن إمكانية حصول شغب، وبالتالي نقترح عليكم تأجيل المباراة. يعني بس تشوف قديش التوازن مش مزبوط. يعني هذا أنا هون حسيت إنه في شيء تمرق على الاتحاد. هاي بصراحة عم بحكي. المباراة استنادا للشيء اللي صار نهار الاثنين المساء، نحن بلغناهم إنه المباراة ثاني يوم. الظهر بيجينا فاكس من نادي عمشيت إنه المباراة الساعة 5 ما فيهم يلعبوها، وهذا ثاني تمرد بيكون أنا برأيي. الساعة 4 بيتصل فيي معالي الوزير بيقول لي خلينا نخلق إطار جديد، وبعت ورا نادي الشانفيل يجوا لعندي على البيت، ورح جيب نادي عمشيت وبركي بنعمل صلحة وبنروح كلنا على المباراة المساء. طبعا مباراة الساعة 5 لو قالوا لنا ما بدهم يلعبوها، نحن بعتنا طاقم الحكام لهونيك. الشانفيل كانوا هونيك والكل بيعرفوا تسكر الملعب، هددوا الحكام بعدم الاقتراب، لجنة الملاعب بعدم الاقتراب، ولاعبي الشانفيل انه حاوطوه ما خلوهم ينزلوا من البوس تبعهم. طبعا الاتفاق اللي صار والدعوه اللي صارت لهم انه المباراه رح تصير للساعه 10 على امل انه بالاجتماع عند معالي الوزير بالبيت بتتحلحل الامور. طبعا ما تحلحل شيء، والساعه 10 للمره الثالثه ما بيلعب نادي عمشيت وبتتسكر الملاعب، والكل بيعرفوا شو اللي صار. كانت منقولة على الهواء كلها سوا. هلا شو اللي عم بيصير اليوم؟ لأنه الهجمة على الاتحاد إنه الاتحاد هو مسؤول، والمشكلة كانت مع الاتحاد مش مع نادي الشانفيل. مش مزبوط. هي الدعوة اللي صارت حتى الوزير شربل هو يتدخل مع الفرقاء، وأنا أقدر مون على نادي الشانفيل ينزلوا لعنده على البيت حتى يلتقوا كلهم سوا يتحلحلوا. أيا تكن الأمور، مهما تكون الخلافات بين الأندية بين الجمهور على المدرجات وما كان، الملعب ما بيتسكر. النادي ما له حق يرفض مباراة، هذه بالقانون العام. عظيم. راحت من هونيك راحت على دعاوى، وإذا الدعوة تتوقف ما بدي احكي شو صار عند اول قاضي ولا عند الثاني. انا اعطيتهم وعد اني ما رح فوت، ولو انه هالشي بفيد الاتحاد تجاه الراي العام شو اللي صار، بس انا وعدت اني ما فوت بالتفاصيل وما رح فوت بالتفاصيل، ولو بتضر معنويا الاتحاد انه ما يقولها لانه هي لصالحه. طلع الحكم باعاده السلسله، شانفيل عمشيت، والغاء اللي ترتب عنها، يعني الرياضي شانفيل 1-1. اكيد الاتحاد قدام
هول ومصيبة القرار وشو متطلب منه وشو جاي من الاتحاد الدولي انه يخزق سكورشيتات ويرجع يعيد مباراة وسابقة خطيرة مش بالباسكت بكل الرياضة اللبنانية، قرر انه يجمد كل نشاطه. اعتبروها شانتاج مش مزبوط، لانه نحن كنا شايفين ان كل المباريات موصولة ببعضها، وللأسف بعض الأندية ما انتبهت، كمان رجعوا انضموا للفريق المعارض بين هلالين وفتحوا النار على الاتحاد. مؤخرا عرفوا نتيجة عملهم. ليه؟ لأنه لما بنرجع للبلاي أوف بين الشانفيل وعمشيت، ولو أنه عمشيت ما بده يلعبها، بس ليش الإصرار على أنها تتبرمج؟ لأنه بده ينعطى باس لنادي المتحد، ولنادي المتحد بالبلاي أوف يعني عم بيرجع يجيب أجانب، يعني عم بيقولوا لها للحكمة أنت 2-1 تبعك ألغيت. ما كانوا شايفينها، نحن كنا شايفينها، ومش كرمال الحكمة، نحن ما فينا نعيد أي مباراة إذا عدناها، هي سابقة، ما بعد في عندك بطولة، ما بعد عندك بطل، ما بعد عندك ما في، وهذا نظام فني. ونحن قلنا للقاضي، قلنا له نحن المرسوم 8990 اللي بيلحظ الحركة الرياضية كيف بتصير وقوانينها، بيقول انه الجمعيه العموميه مؤلفه بالباسكت بول من كذا نادي، بالاولى وبالثانيه وبالثالثه وبالرابعه والمحافظات اللي ما بفوتوا على الجمعيه العموميه. شروطهم 1 2 3، انتساباتهم 1 2 3، طريقه الانتخاب 1 2 3، كل هيدا اللي بيلحظوا المرسوم والقوانين اللبنانيه له حق يمكن مطرح من المطارح القضاء اللبناني انه يدافع عنهم ويصحح مسارهم. انما كل شيء خارج هالاطار صار موضوع فني. الوحيد اللي فوق الاتحاد اللبناني اللي هو السلطة الوحيدة والمرجع الوحيد بالقانون وفرجناها للقاضي، هو الوحيد. فوق منه في الاتحاد الدولي والمحاكم المتفرعة منه بجنيف وغيرها. لا بدنا نروح عند القضاء اللبناني بكل شيء، لا بدهم يسمحوا لي، مش مزبوطة. ما بدنا نخلق سابقة، كتير هينة علينا نبرمج مباراة، بس كارثة كتيرة وعم نعدم كرة السلة وعم نعدم الرياضة اللبنانية وعم نعدم كل الفرق. فإذا نحن انطلاقا من هون واللي شفناه نحن بالنسبة للفرق كلها بما فيهم الحكمة والمتحد، وقفنا. نهار الجمعة الماضي بيطلع بيان من نادي عمشيت في مطولات وموشحات طويلة عريضة. اللي بيعترض على غيره بالكلام المنه لايق ما له حق يكتب هيك بيان ما له دخل بالرياضة، ما له دخل بالتعاطي اليومي ولا شيء. أخذنا نحن جملة واحدة بتقول إنه هن ما بدهم يلعبوا وتعا يا اتحاد برمج بطولتك. قلنا بدنا نعتبر إنه إحنا هوديك كلهم ما قريناهم، تخطيناهم، ما في مشكلة، نحن بالاتحاد بدنا نستوعب الكل. برمجنا البطولة عن جديد وكنا عم نراقب، وبدنا نراقب تاني يوم السبت إذا في شيء بالقضاء، لأنه إذا رحنا على القضاء وما انسحبت الدعوة كتير هيني بيكون في فخ عم ينصب لنا انه هذا الاتحاد مش عم برد عليك يا قاضي ولا على الحكم اللي اصدرته، وبالتالي روح سكر لهم الملعب وخذ المعنيين حقق انت وياهم. ما حدا مضطر يعمل هالشغله. بالعكس السبت نحن رحنا على المحكمه، لقينا المحامين تبعهم وتبع المتحد موجود هونيك وعم بيركزوا الدعاوى اكثر واكثر وعم بيطلبوا تنفيذ الحكم بحذافيره. هذا دليل انه البيان اللي صدر بيان بروباغندا وبيان اعلامي لا اكثر ولا اقل. وبالتالي رجعنا اجتمعنا السبت الظهر واعلنا تجميد نشاط الاولى من جديد. هذا اللي صار مشان الراي العام يعرف انه في بروباغندا وفي شيء منه مقبول، في تدخلات منها مقبوله، في اشياء بتصير مش بهالسهوله تعال نعيد هالمباراه وانا بنسحب لك 1-1 حتى نرجع نكفي، مش مزبوط. سكور شيت هو صك ملكيه، ما حدا في يتنازل عنه، ما حدا في يقشطه اياه، ما حدا في يقول له عير نيه. والحكمة مشيت بالبروباغندا بمطرح من المطارح وراحت لما حست انه المطلوب اعادة برمجة السري تبعهم ويسمحوا للمتحد بالاجانب، ضربوا فريم ورجعوا لورا. بس ايمتى؟ من بعد ما نشروا الاتحاد والاتحاد ما بعرف شو. يعني فينا نعتبر صار في تدخل فاضح بسياسة باللعبة. انا برأيي ايه، لانه تأجيل المباراة نهار الاثنين قلت لك من انه في دم او ثاني يوم ما في شيء، لا منه طبيعي، منه طبيعي ابدا. لانه الشيء اللي صار من 3 جماع
بفتكر الامور الامنيه عم تتدهور اكثر واكثر، لكن نحن على الطريق مش لازم نمشي، مؤسساتنا لازم تتسكر، ملاعبنا لازم تتسكر. نحن نهار التنين اللي طلب منا هيك، كنت جاي من مباراه انا من طرابلس، وكان في مباراه عم بتصير بجبل لبنان ووحده بالمناره، ما في الا بعمشيت مدري شو بده يصير، ولا ما في جمهور واحد، الشانفيل ما له حق يجيب جمهوره، لا بده يصير هيك. فاذا مقوله انه كان في اصابات ممكنه. هلا بالاجتماع انطلب منا كثير، نحن اول شيء مرق 4 ساعات، على القليله في ساعتين انه اجلنا مباراه الثلاثه الساعه 10 للاربعاء. الاربعاء اكيد تنرفض من الشانفيل لانه رايح على غرب اسيا، بكونوا اخذوا 10 ايام فرصه. هذا الموضوع مثل ما هو. نحن الثلاثه اول ساعتين من شهر في ناس سبوا فلان ما بعرف شو، ما اخذتوا فيهم قرار اقل من الاول، يعني اشياء ما لها دخل بالمباراه، ما لها دخل بالمباراه. رجع انطلب منا انه صباح انه غالب رضا نجتمع وناخذ قرار انه له حق يلعب. احنا كنا عارفين بغياب غالب رضا بضربه مات فريجي وغيرهم الفريق ضعيف، عرفت كيف؟ عم بيطلبوا منا غالب رضا انه يلعب. طيب كيف بده اول شيء مش قرار من الاتحاد، لما الحكم بيشحطوا من المباراه بعربش على طاوله الحكام ايه قدام الكل، بده يشحطوا، بس يشحطوا بكل قوانين العالم، فوتبول فوليبول باسكتبول كله، الماتش اللي وراه ما بيلعبوا، هذا ما خص الاتحاد فيه. طيب بتعرف شو كان عذرهم؟ معلش هذه يمكن هاي اول مره بتاخذوها انتم. كان عذرهم انه عربش صحيح على الطاوله، بس عربش لحتى يرد الناس عن بعضها. يعني ما في ناس على التلفزيونات كان عم تشوف، ما في ناس بالملاعب كانت عم تشوف. غالب انا قلت لهم غالب عربش اول شيء عربش على طاوله الحكام، هي جريمه. يعربش على طاوله الحكام تيرد الناس عن بعضها، اي ناس؟ ما الناس تحت على ارض الملعب. هو كان عم يبرم من وراهم تيروح يضربهم، لانه لقط الخشبات تبع ال5 فاول بايده تيضرب. الكوميسار اللي على الطاوله لقطه بزنده وهزل له ايده تيقشطوا اياها. عم برد الناس، لا ما فينا هالقد نستخشم الناس. عرفنا انه مسافر على سويسرا لحضور اجتماعات للاتحاد الدولي لكرة السلة، رح تحمل هم الملف اللبناني والتطورات اللي صارت فيه، تعرضها الوقائع كلها قدام مسؤولي الاتحاد الدولي. الملف اللبناني صار على طاولة الاتحاد الدولي من قبل ما تمشي، من قبل ما امشي، والملف ما في شك اخذه معي حتى نحكي بالتفاصيل اكثر. والملف موجود على جدول اعمال جلسه الاتحاد الدولي. هلا شو بجد من هونيك ورايح؟ نحن بنعرف شو بجد، مشان هيك انا عم بطلب من الكل انه يروقوا. الموضوع مش موضوع عنزه ولو طارت، ولا الموضوع كلمتي او لا شيء، لا، الموضوع انه الاتحاد واللعبه وكلنا سوا خسرانين. خلينا نوضع حد لهالامور هيدي، توقيف لبنان عن المشاركات الخارجيه، الكل بيتحملوا مسؤوليتها، الكل من عدا الاتحاد. نحن عم نطبق القانون ونحن عم نطبق النظام ولا اي شيء اخر. حتى اللي بيقول انه اخذ شيء من القضاء ولو انا يمكن مني راضي عنه ايه، وبقول انه القضاء ما له دخل، بغض النظر خليني اقول يا عمي انه عظيم اخذت حقي، بس خلص ستوب كفوا. ما بدي اللبناني يتوقف، ما بدي المنتخب يتضرر، ما بدي شيء، كفوا. هيك بنشتغل وهيك بنرجع بنتلاقى. وانا هذه دعوه للكل للتلاقي. لجوء الاتحاد للاتحاد الدولي هو لحمايه اللعبه ولا لحمايه نفسه؟ لا، اللجوء للاتحاد الدولي اول شيء الاتحاد الدولي ما راح يعني يمكن في كتار ناس ما راح يستوعبوها، وصلت لعندهم قبل ما وصلنا نحن لعندهم. الاتحاد رفع تقرير بالموضوع؟ ايه هلا مؤخرا رفع تقرير مفصل، نعم، ومترجم وموثق بكل شيء، كل المستندات كل المستندات لبل اكثر باتصال هاتفي صار معي. ممنوع تتراجعوا، هيدا شيء بخص اللعبه اكثر ما بخص شيء ثاني. ممنوع التراجع. مشان هيك نحن بمطرح من المطارح اذا بدك بلشنا ناخذ ونعطي بالحديث شو المخارج شو بينعمل، بس لا صار الموضوع مش عنا. بعدين لحمايه الاتحاد جزء من الاتحاد الدولي، ما بعرف الباقيين شو بيفكروا، بس الاتحاد جزء من الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي هو اللعبه، هو من اللعبه. بدنا نختم مع المنتخب دكتور، يعني قديش برايك لا سمح الله رح تتاثر مسيره المنتخب ببطوله اسيا بالمشاكل اللي عصفت باللعبه مؤخرا؟ ما في شك انه مأثره
عم نشتغل حتى المنتخب يرجع ننسيه برا ويرجع يشوف لبنان شو بده. ونحن بصرف النظر عن كل اللي عم بينقال وحتى من المدرب وين ما كان انه 48 ساعة و24 ساعة، نحن لو بقيت الامور ماشية مثل ما هي كانت الاسبوع الماضي كأنه عم تخلص البطولة، صح؟ وكنا بدنا نعطيهم 10 ايام، هذا بناء على طلب من المدرب، 10 ايام 12 يوم بالقليلة للاعبين حتى يرتاحوا تيرجعوا يفوتوا ضمن معسكر. فاذا نحن بعدنا ضمن المهله، بس الفرق انه ما خلصت البطوله. بس انا حطينا زيح في منتخب، اوكي؟ سانتر اللي عم ينشغل عليه انحكى انه من 3 اشهر انطلب منا وما عملنا شيء، مش مزبوط. السانتر عطونا قول وحكينا مع الاجان تبعه انه حاضر حتى يكون مع منتخب لبنان، اوكي؟ جوليان الزور، جوليان عم بينشغل على اوراقه ونحن عاطين مهل واسمه رح يكون ضمن ال24. وانا هون عم بوجه نداء للكل، من جوليان لحيلا لعيب بدنا نبعث وراه على المنتخب. اي شخص ما بيلتحق بالمنتخب نحن بدنا نطبق النظام، مش قرار هيئه اداريه ولا شيء، هذا نظام وقانون صادر عن الجمعيه العموميه، بيتوقف 3 سنين. منتخب لبنان صالح فادي دكتور، لا حتى فادي قعدت انا وياه، نحن بنعرف شو يعني ابوه وشو يعني بيبي عمره اشهر رايح يتطبب. بس نحن عم نوصل مع فادي انه بين لبنان وبين بي اسمه فادي الخطيب مع ابنه بدنا نعمل خلطه، يكون حد ابنه بس يكون حد المنتخب، يكون حد ابنه بس يلتحق ويلعب مع المنتخب. هذا اللي عم نعمله بالنسبة لفادي لأنه عنده نوع يعني ظرف خاص، بس مع هذا الظرف الخاص عم نطلب منه هيك. بالنسبة للباقيين عم بسمع يمكن إن شاء الله تكون إشاعة إنه هذا بده يلتحق وهذا ما بده يلتحق، وهذا المدرب عم بقول له شو بدك فيهم وهذا النادي عم بقول له شو بدك فيهم. أنا عم بحمل المسؤولية. كل لاعب بيقول النظام ما بيلتحق بيتوقف 3 سنين، كل جمعية أو نادي بتكون هي ورا هذا القرار تتوقف مثله 3 سنين. الأمور مع جوليان خزوع هل هي إيجابية أو سلبية؟ نحن اليوم كان في اجتماع مع مسؤول المنتخبات جان مامو مع المدرب فؤاد أبو شقرة، نقل لي أجواء كتير إيجابية. بضل في نقطة هي عملية الاتصال بجوليان. أنا طلبت من جان مامو إنه يلحقها أكثر وأكثر، لأنه أنا بعرف إنه المدرب فؤاد أبو شقرة معه كل الداتا تبع جوليان، وإضاعة الوقت ما بتفيد لحدا. جوليان بده يلعب، الشغلة الوحيدة اللي بتخليه لجوليان ما يلعب هو إنه السنة مش سنة الجاي، السنة منتخب أستراليا يحطوا بين أسامي لاعيبته لأنه عنده جنسيتين. إذا ما انحط بفريق أستراليا مع منتخب أستراليا، إذا ما لعب مع منتخب لبنان بدنا نخسر حضور جوليان الزور، وأنا هيدي ما بريدها ولا الاتحاد بريدها ولا نادي الحكمة بريدها. منتخب لبنان فوق كل الصراعات، منتخب لبنان فوق كل المشاكل، منتخب لبنان هذا مش لفرد بالاتحاد أو لمجموعة، هذا لكل الناس. شكرا دكتور، ميرسي كثير. ميرسي.